الحقيقة التساؤل هنا العمرة دي على حساب مين؟ لأنه حتى لو على حساب الحكومة السعودية فيجب أن نعرف، لأنه ضيافة الحكومة السعودية للرئيس مرسي باعتباره رئيسا في المؤتمر، كونه ياخد الطيارة بتاعتنا بتاعت مصر بتاعت طيارة الرئاسة ويروح يعمل عمرة زي ما بيروح يصلي كده، لابد أن نسأله ومن الذي تحمل تكاليف وكلفة القيام بالعمرة؟ أنا معرفش أساسا العمرة الهدية دي تمشي ولا لا، أو العمرة على نفقة الدولة تمشي ولا لا، أو العمرة على نفقة الشعب المصري تمشي ولا لا. يكش جنيه، لو جنيه واحد، لو ريال سعودي. لازم نتعلم احنا كمجتمع بقى نحاسب حكامنا على كل مليم. يكفي اننا لا نعرف ميزانية قصر الرئاسة، يكفي ان كل ما قيل لنا عن انه ميزانية وكل حاجة تبقى معروف لا احد يعرف.